أهلا بك سيدي. نعم سيد رحمون، هل أنت في الاستماع؟ نعم تفضل. أهلا بك، شكرا على قبول هذه المداخلة. إذن هذا الحادث الذي وقع قبل قليل، وهو انقلاب حافلة لنقل الطلبة بولاية سطيف، أصيبت على إثره 17 طالبة وبقي شخصين عالقين لحد الساعة. لو تضعنا في صورة آخر عمليات الإجلاء والإنقاذ من طرف مصالحكم، مصالح الحماية المدنية. شكرا جزيلا. بالنسبة للحادث هذا يتمثل في انحراف حافلة لنقل الطلبة تاع الجامعة، في انحراف نتيجة انزلاق إثر سقوط الأمطار. هذه الحافلة انحرفت على جسر علوه عن واد بوسلام حوالي 6 أمتار إلى الأسفل، مما أصيب 17 فرد، منهم 17 فرد، منهم تسعة إصابات كاينة فيها البالغة. ليس بالكذا. وأطمن أهالي هذه الطلبة أنه لا قلق على هؤلاء الطلبة، لكون 9 تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف والأطباء إلى الاستعجالات، أما الباقي حالة هلع فقط. بالنسبة للحالتين العالقتين فتم إخراجهم بطريقة تقنية جيدة. لديهم إصابات لا تستحق القلق، عدد الوفيات لا جيد. بالنسبة لتضرر الحافلة، المقدمة نتاعها ما زالت عالقة، العملية ما زالت جارية. أطمن مرة أخرى أن هؤلاء الطلبة في حالة جيدة لا تستحق القلق الكبير. نعم، طيب حافلة نقل الطلبة سقطت من جسر بعلو 6 أمتار إلى الأسفل، بمقدمة الحافلة كما يظهر في هذه الصور التي نشاهدها. والإصابات ليست خطيرة، إصابات تقريبا تكون غير